بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مريبة حريف الضرب. العنف عندهم هو رقم واحد، عشان كده لعيبة الزمالك النهارده كان 3/4 خايفين. شيكابالا، زيزو، الجزيري، نضاي اللي هو منهم اصلا، اللي هو المفروض ما يخافش. فالنهارده هم يعني وقفوا خطورة نادي الزمالك بحتة العنف ده شوية. ولكن احنا عندنا يعني كام ملاحظة كده للكابتن معتمد. انت عارف ان احنا ملناش اي مصلحة، احنا بنحلل وبنحب بنحبك وعايزينك تنجح وعايزينك تكمل، ومبروك العقد بتاع اول امبارح. حاجة كويسة من مجلس الإدارة عشان تبقى عندك ثقة وانت شغال ان انت عامل عقد. يعني دي حاجة كويسة من مجلس الإدارة، وحاجة ان هي ما تخلكش متوتر ولا قلقان ولا يعني هيجيبوا مدرب اجنبي مش هيجي. حتى لو جابوا انت عملت عقد، يعني حتى لو جابوا انت موجود. يعني هم عايزين يوصلوا لك الرسالة دي، فاحنا بنقول ان احنا بنحبك. طيب ليه ما بدأتش النهارده بعمرو السيسي في نص الملعب؟ يعني قول لي الميزه في الاثنين اللي انت بتلعبهم. يعني رؤى ماشي، عارفين ان هو بيعمل البساط الطوليه اللي كده، معلم في نص الملعب. طب ودونجا؟ دونجا ده اللي هو يعني يشتغل في التمثيل احسن ما يشتغل في الكوره، ولما بيحب يتحرفن النهارده يطرد. لما حب ان هو يقف على الكوره ويتحرفن والكلام ده، الكوره استلمها غلط لان المهاره عنده ضايعه، طولت منه، عمل فاول. لو في فار كان اتطرد. انا مش متحمل عليه، بس انا بقول ربنا ادى الواحد لكل واحد امكانيات. فانت حريف الضرب. العنف عندهم هو رقم واحد، عشان كده لعيبه الزمالك النهارده كان 3/4 خايفين. شيكابالا، زيزو، الجزيري، نضاي اللي هو منهم اصلا، اللي هو المفروض ما يخافش. فالنهارده هم يعني وقفوا خطورة نادي الزمالك بحتة العنف ده شوية. ولكن احنا عندنا يعني كام ملاحظة كده للكابتن معتمد. انت عارف ان احنا ملناش اي مصلحة، احنا بنحلل وبنحب بنحبك وعايزينك تنجح وعايزينك تكمل، ومبروك العقد بتاع اول امبارح. حاجة كويسة من مجلس الإدارة عشان تبقى عندك ثقة وانت شغال ان انت عامل عقد. يعني دي حاجة كويسة من مجلس الإدارة، وحاجة ان هي ما تخلكش متوتر ولا قلقان ولا يعني هيجيبوا مدرب اجنبي مش هيجي. حتى لو جابوا انت عملت عقد، يعني حتى لو جابوا انت موجود. يعني هم عايزين يوصلوا لك الرسالة دي، فاحنا بنقول ان احنا بنحبك. طيب ليه ما بدأتش النهارده بعمرو السيسي في نص الملعب؟ يعني قول لي الميزه في الاثنين اللي انت بتلعبهم. يعني رؤى ماشي، عارفين ان هو بيعمل البساط الطوليه اللي كده، معلم في نص الملعب. طب ودونجا؟ دونجا ده اللي هو يعني يشتغل في التمثيل احسن ما يشتغل في الكوره، ولما بيحب يتحرفن النهارده يطرد. لما حب ان هو يقف على الكوره ويتحرفن والكلام ده، الكوره استلمها غلط لان المهاره عنده ضايعه، طولت منه، عمل فاول. لو في فار كان اتطرد. انا مش متحمل عليه، بس انا بقول ربنا ادى الواحد لكل واحد امكانيات. فانت فيديو جديد وناري وحصري. كابتن رضا عبد العال، الكابتن رضا عبد العال طبعا يهاجم معتمد جمال لأول مرة بعد فترة طويلة جدا جدا مع نادي الزمالك بسبب أداء نادي الزمالك والأداء الكارثي وضربة الجزاء اللي اتحسبت أمام النادي المصري. ضربة جزاء كارثية كارثية بمعنى المقاييس. كارثية ضربة جزاء يا جماعة. مش عارف ازاي جت لعيبه الزمالك بتستهتر وجون في اخر الدقايق في الوقت البدل الضايع. اللعيبه يا جماعه مش شايله اهميه النادي بكل امانه. اللعيبه يا جماعه شبعانه فلوس. يعني انا راجل اهلاوي بقول لك اهو، لعيبه شبعانه فلوس. اتمنى الجميع يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، شير الفيديو في كل مكان، شير الفيديو في كل مكان علشان خاطر ابو مروان يتبسط. لايكات، اشتراكات، شير في كل مكان. سلام.